ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا. عنوان حلقتنا اليوم أزمة الثقة بين الإريتريين. أزمة الثقة بين الإريتريين، هل هذا العنوان صحيح؟ وهل بيننا فعلا أزمة؟ وما المفهوم من الثقة؟ ما الذي نعنيه؟ هل هي الثقة في النواحي الاجتماعية، أم الثقة في النواحي المالية، أم الثقة في النواحي السياسية؟ ما هي أزمتنا بالضبط في هذا المجال؟ حول هذا الموضوع نحاور فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الإفريقي خاصة في أو في القرن الإفريقي عامة، وفي قضايا إريتريا خاصة. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدين. ونواصل هذا الحديث. حقيقة الثقة في الإسلام اعتنى بها كثيرا، والأصل في المسلم أنه ثقة. الأصل في المسلم أنه ثقة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة المؤمن وشهادة المسلم. فإذا كان في دخول رمضان لا يقبل إلا بشهادة عدلين، وإذا كان في خروج رمضان يقبل بشهادة العدل الواحد. وكذلك شرع لنا الإسلام شهادة رجلين في النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وثمة أمور كثيرة جدا اليوم نستمتع بها إن شاء الله من خلال طرحها على شيخنا الدكتور حسن سلمان. فإلى الحلقة المباركة. شيخنا شيخ حسن، أهلا وسهلا، نجدد الترحيب بكم. أزمة ثقة بين الإريتريين. نريد المدخل أولا، ما مفهوم الثقة الذي نحن نريد أن نتحدث عنه في هذا المجال حتى ننتقل إلى ما يتعلق بقضية أزمة الثقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثقة والموثوقية. موضوع الثقة حقيقة من القضايا الكبرى التي تتأسس عليها العلائق الإنسانية. يعني كل العلاقات إذا دمرت فيها الثقة تتلاشى وتنتهي. ليست العلاقات فقط البينية البشرية، يعني الإنسان سبحان الله حتى إذا فقد العلاقة مع نفسه، الثقة بنفسه، تتلاشى حياته. إذا فقد الثقة بربه يفقد إيمانه، وهكذا. يعني فموضوع الثقة كموضوع، بغض النظر عن نحن الآن الحلقة قد تكون لها خصوصية في العلاقة مع الآخر البشري، يعني في النهاية البشر فيما بينهم، لكن مفهوم الثقة مفهوم عميق جدا، وهو مثلا يدخل فيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن أساء الظن بربه فقد ركن أصيل وبالتالي هذه المسألة، مسألة الثقة مهمة جدا. لكن ما هي الثقة؟ كما تفضلت، الثقة باختصار شديد جدا في اللغة تعني الشخص الثقة هو المؤتمن، الذي يكون مؤتمنا في أقواله وفي أفعاله وفي قضايا الأموال وفي قضايا الأعراض. هذا هو المؤتمن. فنحن نقول هذا ثقة إذا اعتبرناه مؤتمن إذا قال قولا، ومؤتمن إذا فعل فعلا،
ومؤتمن إذا أدينا إليه أيضا وديعة وأمانة، وهكذا. فموضوع الثقة يتعلق عموما بنظر الإنسان للإنسان الآخر بأنه والله عنده هل هو مصدر أمان أم أنه مصدر شك ومصدر ريب ومصدر سوء ظن. هذه باختصار شديد من الناحية اللغوية. بناء على هذا الموضوع تلاحظ أن مفهوم الثقة يتناوله علماء الاجتماع، يتناوله علماء النفس، ويتناوله كذلك علماء السنة مثلا عندما يتكلمون عن الثقة مثلا في الرواة. فتجد مثلا من ليس ثقة لا يتم قبول روايته في الحديث، وهذه مسألة عظيمة جدا. نعم، ثقة وهكذا. فتلاحظ أن مسألة الثقة مسألة مركزية جدا في هذا الباب، وبالتالي أهمية هذا الجانب ومركزيته لأنها فعلا قضية مركزية موضوع الثقة. نلاحظ أن الإسلام حذر كل التحذير من النقيض لذلك، وهو ظاهرة النفاق. ظاهرة النفاق جوهرها هو أن والله المنافق يضمر شيئا ويظهر شيء آخر فيفقد الناس فيه الثقة. جوهر القضية يعني عندما يحدثك ويكون كاذبا، ويعدك ولا يكون وفيا، وتأتمنه ويكون خائنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد قدر، وإذا وعد أخلف. فلاحظ هذه القضايا كلها سبحان الله تفقد الإنسان الأمان. أنت تحدثني وأنت كذاب، وأعدك وأنت تخلف، وأعاهدك وأنت تغدر بي. كيف تريدني بعد ذلك أن أمد إليك جسور الثقة؟ باختصار شديد جدا موضوع الثقة هو أن أجد الأمان منك في كل شيء. إذا حدثتني فأنت صادق، وإذا وعدتني فأنت وفي، وإذا عاهدتني فأنت لا تغدر، وإذا ودعت عندك أمانة فإنها ليست مضيعة، إنما هي مردودة ولا يتم التصرف فيها. فباختصار شديد جدا موضوع الثقة هو هذا الجانب. لكن أيضا هذا في اللغة. الأمر الثاني الثقة بالآخرين. يعني نحن عندما نتكلم عن قضية الثقة بالآخرين هي عملية الإيمان الراسخ والقوية بمصداقية شخص من الأشخاص بأنه نفس الصفات هذه متوفرة فيه. أنا أثق فيه وأؤمن بقدراته وأؤمن بأقواله وأنها فعلا أقوال صحيحة. فستلاحظ بأنها موضوع الثقة لها علاقة بالقدرات ولها علاقة بالسلوك، بالنسبة السلوك الذي يسلكه الإنسان. فأنت مثلا عندما تقول والله أنا أثق في هذا البناء، أو أثق في هذا المعلم، أو أثق في هذا الشيخ، ففي الشيخ تثق في علمه، وفي المهندس تثق في قدراته الهندسية، وفي الكهرباء تثق كذلك في قدرة، وهكذا. فأنت عندما تذهب إليه من مصدر أنك تأتمنه على ما تريد أن تكلفه به، تكلفه بعمل هو مقتدر على ذلك. طيب، هل نستطيع أن نقول أن الثقة تعني الأمانة؟ هي وجه من وجوهها، صحيح. يعني الثقة الأمانة وجه من وجوهها، لكن ليست كل شيء. يعني مثلا الصدق يدخل ضمن موضوع الموثوقية، عندما يكون الإنسان أمينا شيء، وعندما يكون صادقا شيء، وعندما يحمل الإنسان نفسا شريرة شيء، وعندما يحمل نفسا خيرة شيء آخر. فهي على كل جملة من القضايا تشكل في نهاية المطاف ظاهرة الاطمئنان. ولذلك بعض الذين أرادوا أن يعرفوها قالوا والله من الصعوبة أن تعرف، ولكن قالوا يشعر الإنسان بخطورتها وما تشكله من مخاطر عندما يفقد الإنسان الثقة. في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، نعم، وفي رواية دينه وخلقه، نعم، معناته أنه أصبح ثقة، نعم، فتثق تسلمه ابنتك. نعم، تعليقكم؟ هذه واحدة من قضايا الثقة. يعني موضوع الثقة فيها جانب الدين، فيه جانب هنا، هذا في الجوانب الدينية، في الجوانب الدينية. لكن في ثقة في جوانب أخرى أيضا حتى تكون الصورة كاملة. يعني ما ذكرته مثلا في جانب القدرات فيها قدرات علمية وفيها قدرات عملية، لاحظت؟ فعندما تسلم مالك مثلا لشخص غير قادر على التجارة، يدخل ذلك مباشرة في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يرفع الله لهم دعاء، منهم ورجلا آتى ماله رجل آتى ماله سفيها، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أو رجل آتى رجل مالا ولم يكاتبه. فهذه القضايا كلها لها علاقة بموضوع الثقة في الجانب العلمي والجانب الديني
والجانب العلمي أن الشخص يثق في القدرات العلمية مثلا للشيخ الذي يسأله. الجانب الديني لا أتعامل إلا من أثق في دينه، مثلا أنا إذا أردت أن أتعامل مع شخص أثق في دينه إذا كان الأمر متعلق بالدين اللي هو قضية التعبد والشعائر، وأثق في أخلاقه إذا كان الموضوع متعلق بالمعاملات. فهذه كلها قضايا ومداخل على كل لموضوع الثقة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. هل يدخل في الثقة؟ هذا الثقة في القدرات، هذا يدخل في باب الثقة في القدرات، وهذه على كل ما باب كبير جدا، وهو عندما يتم أو تتم عملية اختيار إنسان مثلا نريد أن نرشح لنا شخصا، غالبا ما تبدأ العملية بتاعة الترشيح تتجه نحو الموثوقية. بماذا نريد أن نكلفه؟ نريد أن نكلفه في قضية علمية أم نريد أن نكلفه في قضية عملية؟ فهنا لاحظ طالوت كانت قضيته ليست قضية علمية، لأن القضية العلمية موجودة، النبي موجود، وبني إسرائيل يخاطبون نبيهم، قالوا لنبي لهم، فالنبي موجود. لكنهم طالبوا مع وجود النبي أن يأتوا على كل لحاجة في نفسهم بالملك، فالله سبحانه وتعالى اختار لهم ملك وهو في قمة الموثوقية. موثوقيته في أنه والله هذا الرجل مقاتل، وآتاه الله سبحانه وتعالى في علم العلوم العسكرية علما وبسطة في الجسم، فهو يعرف علوم العسكرية وفي نفس الوقت عنده القدرة على يعني المقصود هنا إن الله زاده بسطة في العلم والجسم. المقصود بالعلم هنا العلوم العسكرية. نعم، لأن العلوم الدينية موجودة عند النبي. أي موجودة عندنا، ما كانوا بحاجة إليه. نعم. جميل. لكنه تفوق عليه في هذا الجانب، فهو أعرف بعلوم العسكرية وأعرف بالمهمة التي سيكلف بها، أعلم بها منهم. طيب، وصف الثقة هل يعتبر فضل؟ وهل حث الإسلام على هذا؟ هو بلا شك فضل من يعني مثلا عندما يكون الإنسان صادقا، هذه محمدة، فعندما يكون صادق يثق الناس فيه. عندما يكون أمينا، ما زال الرجل يصدق ويتحرص حتى يكتب عند الله. عندما يكون الشخص أمينا يثق الناس به. لاحظ، يعني فقط أديك نموذج، وهو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المثال. كيف أن الناس يحاربونه في دينه، لاحظ، وينظرون إلى أنه ساحر وكذاب ولا يتلقون دينهم الذي يأتي، ولكن مع ذلك يضعون عنده أموالهم وأماناتهم وودائعهم، كلها توضع عند مع اختلافهم في المعتقد، وعداوتهم له في الدين، لكنهم لا يشكون في صدقه وأمانته. نعم. فهو الصادق الأمين. لكن قضية إنه والله جاءته رسالة ما مستوعبينها. لكن لم وهذه ستأتي إلينا قضية إنه الثقة تتوقف على طول التجربة مع الإنسان. فهم يدركون مع 40 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب عليهم يوم، ما نصب عليهم يوم، ما أخذ أموالهم، هذه في دنياهم يعرفونها، ما كان عندهم مشكلة، فكانوا يثقون فيه ثقة عمياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم حتى لما خلاص خرج المدينة كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع هذه الودائع إلى أهلها، أعطي هذا فلان وأعطي هذا فلان وأعطي هذا فلان. طيب، دعنا ندخل الآن، يكفي هذا كمقدمة. نعم. الموضوع سندخل في موضوعنا. هل نحن كإريتريين نعاني من أزمة ثقة؟ أحسن. حقيقة أول موضوع الثقة خلينا أدخل له بحديث مسلم رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري في قصة ابن صياد، عبد الله بن صياد. هذا الرجل كثرت حوله الأقوال بين من يرون، بل بعض الصحابة كانوا يقسمون بأنه هو المسيح الدجال. فعلى كل هذا الرجل في أواخر أيامه أسلم، وظلت الأقوال حوله لم تنتهي، وأيضا الشكوك حوله مستمرة. لاحظ. فأسلم الرجل وتزوج وأنجب، وهو ساكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه وحيا قاطعا أن هذا الرجل هو كذا. نعم. فظل النبي حتى يجمع عنه معلومات، يقول خبرونا عنه، أسأل أمه، أسأل كذا، على كل ظل يتابع حاله عليه الصلاة والسلام. لكن في فترة من الفترات خرج إما حاجا أو معتمرا مع جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بينهم أبو سعيد الخدري راوي الحديث في صحيح مسلم. فيقول لما اقتربنا من مكة وعلى مشارفها كان اليوم حار، فيقول وضعنا يعني رحالنا واسترحنا تحت ظل شجرة، فكان عبد الله بن صياد معي، فقال وضع رحاله مع رحالي، فقلت له لو نحيتها قليلا فالشمس حارة. هو مرتاب منه ويقول وخفت منه كده، يقول وخفت منه لأنه السمعة اللي ماخذها عن عبد الله
نعم كبيرة. صحيح. ثم قال ذهب بعد ذلك إلى صاحب غنم واحتلب وجاءني بحليب فقال لي اشرب، فقلت له الشمس حارة والحليب ما أعرف إيه كده. يعني هو لاحظ أنت الآن ما أريد أن أقوله، كيف تحدث أزمة الثقة تغير في السلوك مباشرة. إن أنت مرتاب، أنت شاك، صحيح. لا تأكل معه ولا تشرب، ما أنت مطمئن. في النهاية قال له يا أبو سعيد أنتم معشر الأنصار ولكن أحيانا تغيب عنكم أحاديث رسول الله، أما تعلم يا أبا سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال لا يسكن المدينة ولا يدخلها؟ قال نعم. قال أنا ساكنها. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كافر؟ قال نعم. قال وأنا أسلمت. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجب؟ قال نعم. قال وأنا عندي اثنين. فأبو سعيد الخدري هذه حيثيات قاطعة. صحيح. قاطعة. قال ألم يقل النبي لا يدخل مكة؟ قال أنا على مشارفها. فأبو سعيد يقول كدت يعني خلاص قربت اقتنع. فقال لي أما والله إني لأعرف أين الدجال ومولده ومن هو. فقال أبو سعيد عادت إلي إيه؟ الشكوك مرة أخرى. الشاهد هذا المدخل حقيقة أنا يستوقفني كثيرا قصة أبو سعيد مع ابن صياد، مع أنه هي قضية فيها كلام كثير جدا، لكن لاحظ كيف تكون التصرفات البينية بين شخصين لا يثقان في بعضهم البعض. لكن الراجح ليس هو ليس المسيح الدجال، ليس المسيح الدجال، راجح عشان بس لا يعني المشاهدين الكرام حتى لا نجعلهم في حيرة. صحيح. القصة جميلة يعني. الله يبارك. خاتمتها أنه ليس الدجال. فموضوع حقيقة نأتي إلى محيطنا الأريتري، هل فعلا هنالك أزمة داخل الشعب الأريتري؟ أزمة يمكن أن أقول أزمة ثقة. حقيقة من خلال تتبعي لمسيرة طويلة جدا في العمل الأريتري وعيشي مع قيادات ومناقشات في جروبات كثيرة جدا، يكاد يكون موضوع أزمة الثقة شبه متفق عليه، إن هنالك فعلا أزمة ثقة. أزمة بين مين ومين؟ ثقة ابتداء في مساحة ليست محل شك أن أزمة الثقة بين المكونين، المكون المسلم والمكون المسيحي، منذ الفترة اللي هو فترة تقرير المصير وإلى اليوم، هذه الأزمة للأسف الشديد بين مكونين في وطن واحد تتمظهر في مظاهر عديدة جدا، تأخذ أشكال عديدة جدا، تأخذ صور عديدة جدا، لكنها كل يوم تظهر علينا بوجه من إيه؟ حتى الحرب الأثيوبية الأريترية، الحرب الأثيوبية الأخيرة مع التجراي للأسف الشديد زادت من أزمة إيه؟ أزمة الثقة، يعني عززت بين المكونين المسلم بين المكونين والمسيحي. صار أن هنالك شعور بأن والله بعض الناس محسوبين على التجراي وبعض الناس محسوبين كده. فهذه الإشكالية لو جئنا بشكل عام على المستوى الوطني ككل وأخذنا هذا الجانب، ستلاحظ بأن هنالك أزمة فعلا تحتاج إلى نحن في النهاية نعطي زي ما تقول خطوط عريضة، يعني ليس البرنامج الآن تفصيلي في أنه كيف يمكن أن تتم معالجة هذه القضية. لكن هذه أزمة ثقة لها أسبابها يا شيخنا. بلا شك لها أسبابها ولها خلفياتها. من هذه الخلفيات مثلا لم تتاح للشعب الأريتري مثلا فرصة العيش المشترك بعيدا عن أي تدخلات خارجية وفي ظل نظام سياسي عادل، ويعيش الناس في حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي بعيدا عن توترات، حتى يستطيعوا على كل بناء الثقة لأنه طول المدة والعيش المشترك والنظام السياسي العادل والحياة السياسية المشتركة والحياة الاجتماعية المشتركة والتجارية المشتركة، كل ذلك يؤدي إلى تعزيز الثقة. لكن للأسف الشديد إريتريا لم تعش حتى تاريخ هذا اليوم، لم تعش واقعا سياسيا مستقرا، فهي دائما في إشكالات، والإشكالات تلقي بظلالها على هذه المكونات. هذا في الإجمال. أيضا حتى لا نقول فقط والله أزمة هي أزمة مسلمين ومسيحيين، تعال إلى البيت المسلم ستلاحظ أيضا هنالك كثير من الأزمات. طيب نعود قبل أن ننتقل إلى بيت المسلم، كيف برأيك نعالج أزمة الثقة بين المسلمين والنصارى؟ أزمة الثقة على كل بين المسلمين والنصارى تحتاج حقيقة إلى أهم جزئية أنت حتى تستطيع أن تعزز الثقة بين الناس هو وجود العدل بينهم. يعني متى ما كانت هنالك مظالم، ومتى ما كانت هنالك اتجاهات على كل تسطو بعضها على بعض، كما قال الله أن تكون أمة هي أربى من أمة، هذا محاولات الاستعلاء أيا كان، الاستعلاء الديني، الاستعلاء القومي، الاستعلاء الجهوي من بعض الأطراف على بعضها البعض، هذا يحطم مفهوم الثقة الوطنية اللي ممكن والله تبني نظر. فالأرضية أنا في تقديري الأساسية اللي في نهاية المطاف يمكن أن نبني من خلالها مفهوم الثقة، ابتداء أن نعرف بعضنا البعض، لأنه لا ثقة بلا تعارف.
المعرفة هذه لكن سبحان هل الله تتوقع أنه ليس بيننا تعارف ونحن قد عشنا معكم للأسف الشديد أنا أكاد لأكثر أقول من لك 6 عقود؟ نحن أجهل الناس ببعضنا، سبحان الله. أجهل الناس ببعض. يعني أديك نموذج فقط الآن حتى تتصور. أنت الآن بين مكونين في جروباتهم هؤلاء ناطقين بالتجرينية وهؤلاء ناطقين بالعربية، وتجد كل في وادي. ما الذي يقوله هؤلاء غير معروف عند هؤلاء، وما الذي يقول هؤلاء غير معروف عند أولئك، وتظل يعني نادرة. أنا أقول الآن في المجمل، لا يعني أنه والله الأفراد هنا وهناك، فيه يعني جروب فيه 60 70 شخص فيهم واحد، هذا لا يعني أن المعادلة تغير. فأنا أقول إذا كان ما استطاعت الناس، أنت كيف تستطيع أن تثق به عندما تسمع آرائي الوطنية، عندما تسمع مواقفي، عندما تسمع رؤيتي لحل المشكلات الوطنية، تستطيع أن تقول والله يا أخي أنا أثق في فلان. ومن هذا الباب يعني أذكر مرة من المرات مثلا كان في ورشة من الورش كنت مشارك فيها في أثيوبيا، وشاركوا معنا عدد من الناس، وسبحان الله في نهاية الورشة قامت واحدة من الأخوات من غير المسلمين وقالت والله يا أخي أنا إذا رشح من المسلمين حسن سلمان مثلا فإني يمكن أن أصوت إليه، أني صرت أعرفه. لاحظ، فالشاهد لأول مرة لا تعرفني ولا أعرفها، لكن لأول مرة مثلا هي تلاحظ بأنه والله في شخص لا تهمه مثلا قضية التحيزات، إنه والله مصطف دائما مع مجموعته، لا، إذا كان والله العدل هنا فهو معه، وإذا كان العدل هنا فهو معه، وهكذا. فأنا في تقديري إذا هناك أزمة جلسات حوارية، موضوع التعارف، أن نعرف بعضنا. يعني الله سبحانه لما قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جعلنا كذلك أديان، جعلنا ملل لتعارفوا. مفهوم التعارف سبحان الله هو المفهوم المركزي في القرآن الكريم الذي يعزز إيه؟ يعزز الثقة. أنت إذا عرفتني، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نفس السورة قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. كان الذي جاءنا بالخبر ثقة، نعم، لا نحتاج إلى التبين. أحسنت. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. فأنت قريب دائما ممن تعرف وبعيد ممن لا تعرف. يمكن أن تكون متوجس من شخص هو طيب جدا، ويمكن أن تعمل معه، ويمكن أن تبني معه مسيرة عمل، ومع ذلك أنت لأنك لا تعرفه بشكل صحيح. بعد التعارف محتاجين حقيقة إلى ما يمكن أن أسميه بالتعاون. التعارف يبني التعاون في مختلف المجالات. الله سبحانه وتعالى جعل قاعدة التعارف وجعل قاعدة التعاون. قاعدة التعاون مبنية على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فعندما يكون والله المجتمع مثلا دائما كل ما رأى حالة خير انشد إليها وعاونها، وكل ما رأى حالة شر بكليته اندفع نحوها وحاربها، هنا تبني الثقة. لكن عندما يكون والله المجتمع ليس متعاونا في موضوع، يعني مثلا عندما تكون هنالك مظلمة، مثلا أديك مثال، نموذج مدرسة الخلفاء الراشدين، قصدك الضياء، مدرسة الضياء. هذه المدرسة حصلت لها مظلمة. تصور لو أن المسلمين وغير المسلمين كلهم استنكروا هذه المظلمة، هذا يعزز إيه؟ يعزز الثقة بينهم. لكن لما يتصور الطرف الآخر إنه هذه قضية تعني المسلمين ولا تعنيه هو، ويرى أنها ظلم وأن هنالك اعتداء وأن هنالك كذا، ومع ذلك لا يقف معك في قضاياك. فعندما أنا أظلم ولا تقف معي في قضاياي، بطبيعة الحال عندما تظلم أيضا لا أقف معك في قضاياك، وتلقائيا هذا أدى إلى إيه؟ إلى الفاصل. للأسف الشديد، حتى أختم هذا الجزء، الأنظمة السياسية المستبدة تراهن على هذا النوع من أزمات الثقة بين الشعوب. عندما لا تكون هنالك ثقة بين فرعون مثلا عليه لعين الله كان يراهن على هذا التشيع اللي هو القوميات، الأديان، الأطراف، كل واحد على كل يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم بسياسة فرق تسد. فالطاغية دائما يحرص على أن المجتمع لا يتواصل، المجتمع لا يتعارف، المجتمع لا يتعاون، فهو هنا يجد نفسه إيه؟ يجد نفسه يستطيع. طيب ننتقل بين أزمة المسلمين. نعم، أزمة المسلمين أيضا قريبة بعض الشيء من أزمة أيضا المكون الآخر، وهو قد لا تكون بنفس يعني كثير من القضايا قد يكون المسلمين مشتركين فيها. يعني مثلا أزمة المسلمين قد لا تكون على مستوى الاتهام الوطني، ما تصل إلى هذا، لأن الأزمة مع الطرف الآخر للأسف الشديد في الآونة الأخيرة ربما أخذت في فترة من الفترات بأنه والله عندك مشكلة معهم وطنيا،
يعني في فترة تقرير مصير لما طالبوا بالانضمام إلى أثيوبيا، هذه أزمة كبيرة جدا ما وجدت مثلا بشكل كبير في وسط المسلمين. هنا لا نقول في أزمة وطنية، لكن أيضا في أزمة أخرى من طابع آخر، وهو إنه والله مكوناتنا القبلية، مكوناتنا الجهوية أيضا في داخلها في أزمات، في داخلها في أزمات. وللأسف الشديد هذه الأزمات تغذى إما من النخب، وإما من الأحزاب والمكونات، وإما حتى تركيبتنا الاجتماعية نفسها والثقافة التي نتناقلها أيضا تؤدي إلى أن يكون هنالك أزمات الثقة. فنحن كمكونات مسلمة أيضا في داخلنا للأسف الشديد، وخلينا أقول أيضا في الخارج ربما الآن تظهر هذه المسألة بشكل كبير. تجد أنه والله كل مجموعة عاملة نادي، كل مجموعة عاملة جمعية خيرية، كل مجموعة شغالة لحالها، ليس هنالك مثلا عمل مشترك يجمع بين كافة الأطراف حتى يكونوا يعززوه. أنا في تقديري أزمة الثقة تجلياتها كثيرة جدا، تجلياتها في العامل السياسي تجد التفرق، تجلياتها في العامل الاجتماعي تجد أزمة الثقة والتباعد، تجلياتها في الجانب الاقتصادي تجد غياب التعاون المشترك بين المجموعات، تجلياتها أيضا على المستوى الوطني في أنه والله أنت ضعيف ومفكك ولا دور لك على مستوى الحياة السياسية. طيب كيف يحصل هذا يا شيخ حسن وإحنا أمة يعني أكرمنا الله عز وجل بكتابه العزيز وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، هو القائل سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهو الذي سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهو الذي أنزل علينا الكتاب لئلا نضل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهو القائل أيضا كما تفضلتم شيخنا يعني إن يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلماذا نحن نضل ولماذا نفترق ولماذا يحصل بيننا نزاع وخلاف وأزمة ثقة في الجوانب السياسية وأزمة ثقة في الجوانب الاجتماعية؟ لا تجد بعض القبائل يرفضون تماما تزويج من القبائل الأخرى، لا يقبل بعض القبائل أو مجموعة من المسلمين ربما لا يقبلون أن يختاروا شيخا لهم موجها لهم، يقولون كيف نختار فلان هو من القبيلة الفلانية، ويحصل بينهم الخلاف المعروف، في حين أننا لدينا كتاب ولدينا سنة يعني لو عملنا بهما لكنا حقيقة قادة لهذه الأمة. ما هو برأيك، هل هناك أزمة ثقة أيضا في كتاب الله؟ للأسف يعني هل هناك أزمة ثقة في كتاب الله وأزمة ثقة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن لو إحنا تمسكنا عندنا وعد عظيم من الذي لا يخلف وعده سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حديثا. فتعليقكم حول هذا يا شيخ حسن، كيف نحن كمسلمين يحصل بيننا هذه الأزمة رغم أننا بين يدينا كتاب الله عز وجل؟ هو على كل نحن كما لا يخفى عليك ننتسب إلى مدرسة القرآن الكريم التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نحن ابتداء نقول بأن كل ما يصيبنا هو من داخل النفس البشرية ومن أنفسنا، ولا نحاول أن نعلق الأمور على الآخرين. فهي حتى ونحن نتدين للأسف الشديد تديننا تدينا سطحيا إلى حد كبير جدا، عباداتنا وشعائرنا لا تؤثر في سلوكنا. تجد الشخص ما شاء الله عابد في المسجد سارق في الأسواق، تجده ما شاء الله عليه من المحافظين في الصيام ولكنه يكذب، تجده مثلا من الناس اللي في الصف الأول ولكنه يأكل أموال اليتامى ظلما وإلى غير ذلك. فتجدنا نحن شعائريا أحيانا وقد يكون مقياسنا بهذا، يقول لك ما شاء الله المسجد ملان وكذا، لكن هذا المسجد نفسه لما يخرج إلى السوق ليس هو المسجد. يعني شوف القرآن الكريم كيف ربط بين المسجد وبين السوق: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وربطها لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. سماهم رجال. أيوة، سماهم كيف رجال. أنه والله جعل. ثم أيضا كيف ربط في صلاة الجمعة بين أداء الصلاة وهي ذكر الله
ذكر الله وبين أن ينطلقوا بعد ذلك في الأسواق. نعم. فكأنه هنا القرآن الكريم يعطينا مؤشر أن الشعائر التعبدية مباشرة ينبغي أن تنعكس في إيه؟ في سلوكنا. نحن في فصل ما بين السلوك العملي والأخلاق، وكما سماها بعض المفكرين أزمة الأخلاق. يعني ستجد أن المسلمين أزماتهم فيها أزمة الأخلاق مساحتها إيه؟ مساحتها كبيرة. فالجانب الروحي على كل أو الجانب جوهر العبادات، مثلا الصلاة جوهرها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأي صلاة لا تؤدي إلى أن الإنسان يبتعد عن الفحشاء والمنكر لم يصل الإنسان بها إلى جوهرها. الزكاة في حقيقتها تطهر وكذا، ولكن أيضا فيها البعد التكافلي. الصوم فيه بعد الرقابة، وأن الإنسان بعد الصيام يفترض أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى في كل حركة وكل سكنة من سكناته. توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، كل صفة من صفات الله تورثك سلوكا معينا. لكن لما تكون والله هذه كلها في وادي وأنت في حياتك العامة في وادي آخر، هذه أول جوهر الأزمة. النقطة الثانية، وهذه يمكن عامل إضافي، وهو أن يقال أن الشعوب التي تخضع للاحتلال والاستبداد دائما تكون فيها هذه الأخلاقيات المتردية. يعني بني إسرائيل لما عاشوا في تحت فرعون كل الأخلاق السيئة كانت عندهم للأسف. نعم. حتى ما استطاعوا بموسى عليه السلام أن يدخلوا إلى بيت المقدس، حتى اضطر حتى الله سبحانه وتعالى جعل موسى وأخيه خلاص طويت صفحتهم عليهم، وجاء جيل جديد. وجاء جيل جديد. نعم. 40 سنة ولا 60 سنة لافين يتيهون في الأرض، حتى الأوزار التي حملوها من زينة القوم ومن الجاهلية التي كانوا عليها يتخلصوا منها وينشأوا فيه. فعلى كل، حتى علماء الاجتماع الآن يتكلمون عن أخلاقيات الإنسان المقهور. الاستبداد يجعلك تشك في زوجتك لما يبثه من جواسيس ومن عيون ومن كذا، فتجد الأخ يشك في أخيه، والزوجة تشك في زوجها، والجار يشك في جاره. فهذه أول أزمة الثقة. فتصور أنت عندما زوجتك لا تأمنها، تقول والله احتمال أن النظام زارع واحد في البيت. نعم. كيف حيكون تعاملك مع القبائل الأخرى؟ يصل بالناس أنهم يقولون إن للحيطان آذان. نعم. فبل لو وصلت المسألة إلى أن النظام له حاضنة اجتماعية من قبائل، فتبقى بعد كده إنه والله الذين هم ليسوا مع النظام ينظر إلى المكونات الأخرى كلها بأنها مع النظام، وهكذا تنشأ هذا النوع من الأزمات. فالاحتلال استقل هذا الوضع وباعد بين المسلمين وغير المسلمين، بل أيضا باعد بين المكونات المسلمة أيضا. ثم جاء أيضا الآن نظام آخر أيضا لم يذهب للأسف الشديد في اتجاه تعزيز وبناء الثقة ومحاولة مد الجسور بين هذه المكونات حتى تصل إلى مستوى العيش المشترك وبناء الثقة التي تجعلهم يعيشون في هذه الدولة بمستوى فعلى كل هذه كل عوامل تلعب دور كبير جدا فيما يتعلق بهذه الأزمات التي نتكلم عنها، وهي أزمات الثقة، في أنه والله المجتمع لا يكون واثقا من نفسه. فأنت محتاج على كل لوقت طويل جدا حتى تستطيع أن تصل بالناس إلى أن يثقوا في بعضهم البعض ويتعاملوا بصورة فيها هذه المصداقية. يعني نرجع نقول مرة أخرى هناك أزمة ثقة في كتاب الله عز وجل، وأزمة ثقة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني بذلك أن هناك ضعف إيمان بأن العمل بكتاب الله يؤدي بنا إلى أن نكون أمة واحدة. والله عز وجل يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فإذا لم نعمل نحن بكتاب الله عز وجل سننال ما ناله الآخرون من قبلنا. ولذلك هنا ربنا عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. وعليه شيخ حسن هنا الآن يعني نحتاج، لماذا هذا الذي يكون مسلما ويخدم مثلا الأنظمة الظالمة الجائرة، فيعني يكتب التقارير مثلا عن زوجته، أو هي تكتب تقارير عن زوجها أو عن جارتها أو عن جاره، ويقول أن فلان هذا مثلا إرهابي، أو يقولون أن فلان هذا من الجماعة الوهابية وأنه كذا وكذا. هذا الشخص الذي يرفع هذه التقارير ضد إخوانه المسلمين ظلما وعدوانا،
ألم يسأل نفسه في يوم من الأيام ماذا سيكون وضعه أمام الله يوم القيامة؟ يعني ليس له موعد سيموت فيه، ليس عنده موعد سيقف فيه أمام الله. يعني أنا أسأل هؤلاء الناس الذين فعلا يتجرؤون، هل هم غافلون عن هذا اليوم أم هم يتغافلون أو ليس هناك إيمان أصلا؟ يعني لماذا هذا الموضوع؟ يعني أنت يا أخي الآن أنت تنصر، ربما تنصر من ليس بمسلم على المسلم، وهذه قضية خطيرة جدا في الإسلام. هل هو بسبب الجهل أم الحسد والحقد أعمى قلبه أم هو بسبب الغفلة؟ يعني تعليقكم حول هذا يا شيخ حسن، إن هنا أزمتنا هنا نحن. أحسنت. أزمتنا هنا، يعني مثلا لو كان الإنسان حينما تطلب منا أي جهة من الجهات، هيا أيها المسلمون اختاروا يعني ممثلا عنكم. سمعنا ونحن صغار يقولون أن النصارى إذا قيل لهم اختاروا ممثلا عنكم في نفس الجلسة يقولون فلان ممثلنا، وربما يكون هو فلاح أصلا. يقولون يا أخي كيف تختارون فلاح؟ يقولون خلاص أولا نختار رئيس بعدين احنا نعمل واجبنا. أما احنا المسلمين إذا قيل لنا هاتوا ممثلكم يقولون سنفكر إن شاء الله نأتي بكم غدا، ويمر غدا ثم غدا، ويعني تستمر الأيام ولا يختار المسلمون ممثلا عنهم، لأنهم يختلفون فيما بينهم. فلان لا يمكن أن يكون ليس عنده مال، وفلان ليس عنده علم، وفلان عنده كذا وكذا، وندور حولها. أكثرت عليك الكلام يا شيخ حسن، لكن الخلاصة هذا الشخص بالذات الذي يرفع التقارير ويكون جاسوسا على إخوانه، أين هو من مربع الإيمان؟ والله يا أخوان نسأل الله السلامة. طبعا بالنسبة لموضوع الدوافع تختلف، هنالك دافع قد يصل بالإنسان أن يكون هو أصلا لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالإسلام، هذا موجود، هذا موجود. وهذا كيف نعالجه؟ هذا على كل داعي الإصلاح شامل، أن يعود إلى الله ويعود إلى كتاب الله وأن يعلن إسلامه وأن يفهم ما هو الدين أصلا، ما هو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القضية ليست قضية أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أعرف ناس ربما كان يقول لي إذا رأيت واحد من إخواننا الأفاضل، يعني كان انتسب إلى واحدة من هذه المجموعات اللي فعلا مسخت رأسه تماما، قال لما كنت أرى المعمم، يقول لي لما كنت أرى الرجل المعمم نفسي تضطرب وأقول بس أقتله، إلى هذه الدرجة. فهذا هل تتصور أنه مسلم يعني يؤمن بالله ويؤمن برسوله؟ هو خلاص وصل إلى مرحلة كراهية الشكل. ناهيك عندما والله يحصل فيه غسيل دماغ إلى هذه الدرجة، وتعتبر قبيلتك متخلفة، دينك متخلف، والرجعية وكذا، فيصل بك الشحن إلى أنه خلاص تنسلخ من الدين وتنتسب إلى منظومة جديدة تماما، عليها توالي وعليها تعادي وفي سبيلها تقاتل وتنتسب إليها، وترى هذه قبيلتك وهذا دينك وهذه مجموعتك كده. هذا نوع من الناس. في نوع آخر والعياذ بالله اللي هو النوع الخائف، هذا أيضا موجود. بعض الناس يرى أنه والله بالتهديد أنه يستخدم ويوظف، تأتينا بالمال. هذا طبعا خطورته أنه لا يدرك المقياس الشرعي في أن روحك ونفسك والحفاظ على أخيك وعلى نفسك ليس بأقل من الحفاظ على أخيك. صحيح. إذا السجن فليش تضر هو وما تريد أن تضر نفسك؟ إذا والله الموت من الذي أباح لك أن تقتله وتحيا أنت؟ صحيح. هذه الإشكالية، وهذه للأسف بعض الناس الحالة بتاعت الأنانية بتحمله عليه، إن والله هو يبقى هو. في نوع آخر وقد يكون هذا أسوأ جدا من الذي قبله قد يكون فيه شبهة إكراه، لكن في نوع ثالث فيه شبهة المصلحة. ممكن يبيعك زي ما قالوا الناس في شوال دقيق أو في شيء بسيط جدا من الأموال، يرفع عليك تقرير وقد تكون نتيجة هذا التقرير وقد يكون كاذب، لكنه يكسب من ورائه مالا، وهذا الشخص ربما يذهب 20 سنة 30 سنة في سجن وقد يقتل. هؤلاء الثلاثة كلهم نتيجتهم قد تكون واحدة، وأحكامهم عند الله قد تختلف. يعني في واحد من حكمه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الذي يتولاهم وينصرهم ويكون عينا على كفر مرتد عن الإسلام، هذا كافر مرتد عن الإسلام. أيوه. فهذه طبعا نحن محتاجين فيها حقيقة إلى بيان حقيقة الإسلام ابتداء، قبل أن نقول والله نحكم على الأشخاص، محتاجين أن نبين حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في ماهية الإسلام، حقيقته لاحظت، وجوهره الذي يبنى عليه قضية الولاء والبراء.
إنه في نهاية المطاف أنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الجوهر الذي تنتسب إليه مباشرة هو متحيز إلى العدل، يعني دائما منحاز نحو العدل وبعيد عن إيه؟ عن الظلم. ظلمك للمسلمين وظلمك لغير المسلمين، يعني الشريعة لم تبح لك أن تظلم الكافر، فكيف تظلم أخيك؟ أي والله، يعني حتى الكافر. أي والله. الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام مثلا يقول: والظلم محرم من كل أحد على كل أحد وفي كل حال، ولم يباح لم يبيح الله بحال. يعني مسألة الظلم ما أباحها الله سبحانه وتعالى. في كثير من الأمور ربما يبيحها اضطرار، يبيحها إكراه، لكن موضوع الظلم ما أباحه الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ حسن، نحن كمصلحين كيف نبني أزمة ثقة بين الإريتريين من حيث المكونين وبين الإريتريين أنفسهم المسلمين مع المسلمين؟ نعم. ونختم الحلقة بهذا. حياك الله. حقيقة زي ما قلت لك أنا، مدخل التعارف والتعاون أساس في موضوع يعني نحن ما دمنا جزر متقطعة، هنا أتكلم الآن كمكون وطني أيا كان، والله جزيرة مسلمة وجزيرة نصرانية، قبيلة مسلمة قبيلة وقبيلة، اتجاه واتجاه، إقليم وإقليم، مدينة ومدينة، لا يمكن لهذا الشعب بهذه الصورة أن يحقق مرحلة الوجود. دعك من أنه والله يحقق مرحلة أنه يكتسب ويطور نفسه وينهض، الوجود نفسه يكون مهدد، لأنه لا يمكن لشعب بهذا الشكل. يعني هو عبارة عن شعب يتتبع ثرات بعضه البعض، يلاحق بعضه بعض في السوشيال ميديا، يحاول يخون بعضه البعض، ممارساته لا ثوابت فيها. يعني أنت مفروض تكون لأي شعب في خطوط حمراء، يكون والله الحد الأدنى اللي ممكن والله يجعلنا نعيش كشعب معروفة. مثلا في كل الشعوب يقال مثلا مسألة وحدة الأرض والشعب ما محل مساومة، إنه هذه الدولة التي نحن فيها وحدتها، سلامتها، أمنها، استقرارها لا يجب أن يساوم عليها أحد. جميل. مثلا هذا واحد من القضايا اللي مفروض تؤسس عليها. جميل. الأمر الثاني أن ندرك جميعا بأنه والله هكذا، ما دام أن الله سبحانه وتعالى، نحن عشنا في هذا القرن الذي نشأت فيه الدول القطرية المعروفة بحدودها بعد سايكس بيكو، على كل نحن في هذه الخريطة الجغرافية شئنا أم أبينا لا أحد يستطيع أن يقصي الطرف الآخر. إن لم نتعامل بمنطق الإحسان والفضل خلينا نتعامل بمنطق العدل، إن والله يا أخي نحن لا سبيل أن نقصي بعضنا البعض. جميل. ونؤسس لهذه القضية. المرحلة الثالثة إذا اقتنعنا هذه القناعات واشتغلنا عليها، النقطة الثالثة أن ندرك أن الوطن لا تبنيه فئة مهما بلغت قدراتها. يعني لو افترضنا أنه والله في فئة مشكلة 50% وفي 50% آخرين، ال50% لو تصورت أن هذا الوطن ستبنيه لوحدها تكون خاسرة، لا تستطيع. فيجب أن تدرك أن والله هذا الوطن يبنى بكل أطرافه ومكوناته. ثم بعد ذلك ندخل في المراحل العملية، كيف نبني وطنا يسع الجميع حتى إن شاء الله يكون خيرات هذا الوطن لنا جميعا، تحدياته نواجهها بشكل مشترك، المخاطر التي تواجهنا نواجهها مع بعضنا البعض. وصدقني لو أن الشعب الإريتري يعني وحد صفوفه ووحد هدفه ووحد رؤاه، ربما لتحولت منطقتنا هذه بالذات إلى شيء آخر مختلف، ولما رأيت ربما شخصا إريتريا يجوب في البلدان ليبحث له عن وطن يستقر فيه. الله المستعان. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، واستمعنا واستمتعنا إلى هذا التفصيل الجميل من الدكتور حسن سلمان. ومع الأسف نحن فعلا نعيش أزمة ثقة بين المسلمين أنفسهم، وأزمة ثقة بين المكونين المسيحي والمسلم إن صح التعبير. ونحتاج حقيقة أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، فهو الحل، هو الحل للمكونين الاثنين، المكون المسلم والمكون المسيحي. العودة إلى كتاب الله لما تضمنه كتاب الله عز وجل من العدل والثقة ومن العلم والخير والفضل. العمل بهذا الكتاب العزيز الذي يحثنا للتعايش السلمي بين النصارى، يحثنا بالوفاء بالعهد، يحثنا الالتزام بما نتفق عليه من القواعد، وكذلك هو الذي يحثنا أيضا أن نبني المحبة والأخوة ونثق بعضنا بعض كمسلمين، وأن الأصل في المسلم الثقة. المسلم أيا كان هو ثقة، فإذا تبين خلاف ذلك فإننا نتعامل معه بحسب خطئه الذي وقع فيه. الحقيقة الموضوع كبير، هناك أزمة ثقة بين الشباب والشيبان. الشباب أصبحوا لا يثقون في قياداتهم السابقة، والقيادات لا تثق أيضا اليوم في الشباب وخبراتهم.
هناك أيضا أزمة ثقة بين المكونات، يعني سواء كان المكونات السياسية والمكونات الحزبية وغيرها، ليست هناك حقيقة أزمة، ليست هناك يعني ثقة فيما بينهم، لذلك تشعر أنك أنت في حيرة. هذا الموضوع يحتاج إلى جلسات وجلسات ومشاركات من الخبراء ومن العلماء ومن المفكرين، والله المستعان. على كل حال يعني خلاصة هذا الأمر يعود إلى كتاب الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وتأليف القلوب ملك لله عز وجل، والله لا يعطيه لمن هب ودب، لا يمكن. ولذلك نستفيد من الشيخ حسن سلمان دائما يقول: آيات النصر والتمكين لا تكون إلا للمؤمنين. وكما هو ملاحظ في هذه الآية: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهل نحن مؤمنون فعلا؟ هل نحن نعمل بالإيمان والأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله حتى نصل لمرحلة أن الله يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل